في أوائل الستينات 1960 يعني، كان الشاعر الكبير أحمد رامي كان بيكتب لأم كلثوم. طبعا كلنا عارفين قصة حبه للسيدة أم كلثوم، كان بيعشقها بس ما كانش قادر يقولها. هي كانت بتحترم مشاعره لكن هي كانت مرتبطة بحب تاني يعني، فإيه ما حصلش نصيب. فكتب لها أغنية إيه، حيرت قلبي معاك. في من ضمن الأغنية ديت بيقول إيه، عايز أشكي لك من نار حبي، عايز أحكي لك على اللي في قلبي. فالسيدة أم كلثوم قرت كلمة عايزة ديت فما عجبتهاش، فقالت له إيه، يا رامي أنا عايزة أبدل الكلمة دي، كلمة عايزة دي، لأن عندنا في البلد ما يصحش واحدة ست محترمة تقول عايزة. فقال لها طيب أعملها إيه يعني؟ قالت له اكتبها بدي أشكي لك من نار حبي، بدي أحكي لك على اللي في قلبي. شوفوا قد إيه ناس كانت بتحترم الكلمة، شوفوا قد إيه ناس كانت بتحترم المشاعر، شوفوا إيه زمان كان الفن جميل قد إيه. رحم الله الفن والفنانين الحقيقيين بجد يعني. يا رب نرجع زي أيام زمان الحلوة دي، والله بتمنى نرجع زي أيام زمان. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. إن شاء الله هبدأ معاكم فقرات حكاية أغنية بعد كده. هبقى أجيب لكم أغنية وأحكي لكم حكاية الأغنية ديت، مين كتبها وكتبها ليه ومين لحنها، ونعيش مع بعض.